أستاذ عبد الرحمن صنايعي نقاش 100 بيعمل لنا النقاشة بتاعت الشقة دي زي ما انتم شايفين كده. الشقة دي كان ساكنها ناس محترمة، الناس دي بسملة بنتي جميلة سوسو، كان ساكنها ناس محترمة، كنت مديها لهم بأرخص من ثمنها، لكن هم خانوا الأمانة، ولكن ما بيننا وما بينهم الله سبحانه وتعالى. نعين على الكلام اللي بقوله على الأمانة، السهل جاي جايزة نوبل ماشي. وده يديك حاجة، اللي انت اوعى تسكن اي شقة ليك لأي حد من قرايبك، اوعى اياك، وهم ماشيين ممكن يخربوها لك، مع انك انت ممكن ما تكونش واخد منهم مقدم، ولو مثلا ببره ب 1000 جنيه ممكن تكون مديلهم مثلا ب 500 جنيه، يعني عامل معاهم واجب وعامل معاهم كل حاجه صح بصح. لكن هم في الاول وفي الاخر للاسف الشديد يعني ايه، فعلا الدخان القريب بيعمي تمام، لكن يعني ايه هيبصوا لك فيها حتى لو ببلاش، اوعى تسكنها لحد قريبك. دي نصيحه من اخ يعني، الا القرايب. الشقه دي والله العظيم بص، حتى لدرجه اللي هم عملوا بص، شايفين حطوا لي بويه زرقاء عشان يبوظوها لي، شايفين بويه زرقاء عشان يبوظوها لي تمام. لكن عند الله كل ده، عند ربنا سبحانه وتعالى عنده يعني ايه اللي بيعمل حاجه بيعملها لله رب العالمين ماشي. وفي الاول وفي الاخر الحمد لله يعني ايه، جت على حبه بويه كلفنا 10-15 ألف جنيه عادي، الحمد لله والشكر لله تمام. ان اللي بيعمل حاجه لله هي بتقعد له تمام، اما اللي بيأذي فده منه لله. ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش، النهارده دنيا وبكره اخره. تحياتي للجبنه.